من الحاجات الأساسية اللي لازم تعمليها في البيت، ما تشتريهاش من بره إلا للضرورة القصوى، وتجيبيها من حد مضمون. حتى المضمون ما هوش مضمون. بجد لو شفتوا بيتعمل ازاي بره وبيتحفظ ازاي هتبطلوا تشتروه. هنعمله النهارده بطريقه جميله جدا، وهندي بدايل للحاجات اللي مش موجوده في البيت. هيطلع معاكي تحفه جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي، وتقولوا بتشوفوني منين. الفيديو ده خرج من السعوديه، قولولي بقى وصل لحد فين. عندي حوالي 3 كيلو من الليمون. الليمون هنا بشتريه شبك كده، مش بنقيه، ما فيش الاوبشن ان الواحد ينقي. فانت لو قدامك فرصة ان انت تنقيه هاتيه كله اخضر. هو بيبقى حلو الاخضر في التسوية معاكي في التحديق، لان احنا بنسلقه. مية على النار بقى تغلي. اول ما تغلي هحط عليها، هنزل عليها بالليمون. لازم المية تغلي معايا، مش محطش المية والليمون مع بعض يقعدوا يغلوا، لا، لما المية تغلي انزل عليها بالليمون. واول ما احط الليمون كله خلاص احسب له بالظبط 5 دقايق او 7 دقايق لو هو ناشف قوي، وتروحي شايلاه على طول. يعني من 5 ل7 دقايق، ازيد من كده لا. هتطلعيه وتشيليه من المية السخنة بتاعه وتنزلي بيه في مية ساقعة. مية ساقعة من الحنفية، مجهزة مية ساقعة بقى من التلاجة. بس المهم ان هو ينزل على مية باردة على طول علشان يوقف السوا بتاعه. وهنفضل لمدة يوم كامل نبدل المية بتاعه. كل ما تخشي المطبخ غيري المية بتاعه، تفضي المية وتملي له مية تانية. 6-7 مرات كده ولا حاجة، علشان ده بيخلي الليمون ينزل المرارة بتاعته. الطريقة دي جميلة جدا. ولو انت بقى بتعملي فري في البيت او منظفات، المية بتاع الليمون بتاع السلق دي هتفيدك جدا. هفضل بقى لحد ما الميه بتاعته تبرد. افضل فاتحه عليه الميه لحد ما تلاقي الميه بتاعته بتبرد، لان انت لو نزلتيه في الميه على طول هيسخن الميه، لانه هيبقى لسه سخن. بعد ما عدى يوم كامل وغيرت فيه الميه كتير، هجهز بقى المحلول التحديق بتاعي. لتر ميه هغليه، وعشان لازم الميه تبقى مغليه عشان تتعقم، ولو فيها اي بكتيريا او اي ميكروبات تموت كلها. فلازم المية بتاعتك تبقى مغلية عشان المحلول بتاعك يبقى مظبوط 100%. في البرطمان هرص الليمون تحت واضغط عليه جامد، وهحط ما بين كل طبقة دورين 3 ليمون كده، احط شوية من الشطة. الشطة بتسحب المرارة بتاع المخلل وتديله حروقية كده حلوة. بس خلصت البرطمان كله، تفضلي تضغطي عليه، عايزينه ينضغط عليه جامد لتحت. هجيب بقى المية بتاعي، لتر مية بس طبعا بعد ما بردت. هحط عليه 3 معالق من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة من حبة البركة، ومعلقة من الكركم، و3 معالق من العصفر اللي احنا بنعمل بيه الليمون المعصفر. لو ما عندكيش اي حاجة من دول يعني تقدري تستغني عنها. وطبعا المية والملح بس لوحدهم يغنوا ويكفوا ويوفوا. هقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض كده تختلط، وهحطها على الخليط بتاعي، على الليمون بتاعنا. الطريقة دي جميلة جدا وسهلة، وبتطلعه لذيذ بشكل مش عادي. هغطيه كله كده، احاول ان هو اتفسه لتحت كده واضغط عليه. ما نفعش بقى اشيل الزيادات دي، احطها في برطمان لوحدها. واحمي الوش بتاعه بشوية من الزيت. الزيت بيحميه، بيخليه زي كفر حماية كده من اي بكتيريا او اي ميكروباتات ممكن تعمل طبقة اللي هي البيضة اللي على الوش. لو البرطمان بتاعك محكم الغلق تقدري تقفلي البرطمان على طول، او تحطي استرتش كده يحميه وتغطيه. وبس كده. وكل 2-3 تقلبي البرطمان كده، بحيث ان الخليط بتاعه يختلط فيه، اللي تحت يطلع لفوق واللي فوق ينزل لتحت، وهكذا. هحط لكم في صندوق الوصف طريقة المخلي اللي عملناه قبل كده، الخيار واللفت. انا عاملة لفت على بنجر ورا اهو. هحط لكم الطريقة بتاعته في صندوق الوصف. ولو وصلتوا في الفيديو لحد هنا، شكرا لكم بجد ان انتم اتفرجتوا للاخر.